ايه هي الحالات اللي تمكن الزوجة من الطلاق للضرر؟ تعالي بينا نعرف. لو انت عايزة تطلقي للضرر، ايه هي الاجراءات وايه هي الحالات اللي تمكنك من الطلاق للضرر؟ اهلا بكم في قناة احمد فتحي للاستشارات القانونية والعقارية. توجد 6 انواع لدعاوى الطلاق للضرر، نوضحها في البيان التالي. دعوى الطلاق للضرر لتعدي الزوج بالضرب على زوجته. يعني لو واحد ضرب مراته، من هنا دي الحالة الأولى اللي يحق ليها الطلاق للضرر. طيب ايه تاني؟ الطلاق للضرر لعدم إنفاق الزوج. لو الزوج بخيل جدا وما بيصرفش على أهل بيته، يجوز ليها اللي هي ترفع دعوى طلاق للضرر. طيب الطلاق للضرر لغياب الزوج. الزوج غاب لمدة كبيرة، 6 أشهر، سنة، سنتين، وهي ما تعرفش عنه أي حاجة. هنا من حقها إن هي ترفع دعوى للطلاق للضرر عشان هو مش موجود في حياتها. الطلاق للضرر للزواج بزوجة أخرى. والطلاق للضرر لحبس الزوج. لو الزوج اتحكم عليه بعقوبة، هنا من حقها إن هي ترفع دعوى طلاق للضرر. الطلاق للضرر لعيب في الزوج. يحق للزوجة المطلقة للضرر الحصول على حقوقها الشرعية كاملة: مسكن الزوجية إذا كانت حاضنة، إضافة إلى أجر مسكن، وحضانة، كما يحق لها طبقا لقانون الأحوال الشخصية الحصول على قائمة المنقولات الزوجية، وحصولها على مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة. كما يحق لها الحصول على نفقة الصغار في حالة وجود أطفال، ويحق لها أيضا مصاريف العلاج والملبس. شكرا لاستماعكم. تابعونا لما هو جديد في قناة أحمد فتحي للاستشارات القانونية والعقارية.